نوران، ازي حضرتك يا ازاي؟ دكتور؟ عامله ايه؟ وحشيني كل السنين ديت. الله يخليك يا دكتور. اخبارك والله ايه؟ الحمد لله اهو يعني بقالنا تمام. كام سنه؟ دلوقتي داخلين على 7 سنين، كنت كام قبل كده فاكره؟ من نص ال 80 تقريبا واحنا طالعين اهو. اوكي. لان انا كنت باكل الصراحه، انا أوكي. كنت من عشاق الاكل، بالذات بستطعم الاكل قوي تشتكي كتير؟ كتير وبتذوق قوي الاكل، فمن النوع بقى اللي ايه احب قوي في وسط الليل كده واقعد اكل واشوح بقى اكل كتير، وكنت بحب الطبخ قوي فتلاقيني بحب. طيب الأكل. وصلتي لكام اقل وزن وصلتي بعد العمليه؟ احنا عملنا ايه الاول؟ احنا عملنا تكميم ولا تحويل؟ لا تكميم. تكميم. حضرتك رجعتهولي في الوقت اوكي. ده. كان عندي كام سنه فاكره؟ 20 مثلا صح؟ 20 كنا عملنا 2021 كنا عملنا في مستشفى رفايده تقريبا. رفايدة مظبوط. اوكي. ده كانت آه. مستشفى هايله الصراحه. مستشفى جميله، هي لا زي هي هايله لغايه دلوقتي مظبوط. او بتكبر ما شاء الله. اوكي. وصلتي لكام بقى دلوقتي؟ انا من ساعه ما عملت العمليه لغايه دلوقتي وانا وقفت عند ال 50 كيلو. حضرتك قلت لي من 49 لغايه 50 كيلو مش هتقلي عن كده، وفعلا حضرتك وفيت بالوعد فعلا. اوكي. مع ان يعني كنت خايفه انزل اندر ويت، او كنت خايفه ان انا اتخن تاني لان انا طبعا بحب الاكل. اوكي. بس لا الصراحه على مدار ال7 سنين يعني حفظت، وفي نفس الوقت العمليه ما اثرتش الصراحه، وفي نفس الوقت برضه حضرتك ما قصرتش يعني. لا حضرتك كنت بتتابع كتير يعني لغايه دلوقتي انت بيكلموني. ملتزمه، يعني انت كنت بتلتزمي اللي انت بتيجي، ده مهم. مظبوط. لان في ناس كتير جدا مش عارفه، باجي اقول لهم تعالوا ولا الهوا. لا حضرتك كنت احنا بتتابع. بنقعد زي ما انت شايفه، بنقعد نكلم تعالوا عشان نبص عليه، عشان في مشكله، في حاجات فحوصات ما بتبقاش كويسه مع الوقت، فبنحتاج ان احنا لا نصلحها. حضرتك الصراحه تابعت وكنت بتهتم وبتشوف وصلت لكام كيلو. لما وقفت اللحظه على حاجه معينه كنت ما بنزلش عنها، حضرتك قلت لي ما تقلقيش هتنزلي، هو ده طبيعي الجسم بيعمل ما هو كده. احنا دايما كده الفلكتويشن ده وارد. بالظبط. فيعني لا حضرتك الصراحه ما قصرتش يعني، وبتكلمني لغايه دلوقتي يعني. بتقولي للناس اللي انت عملتي عمليه؟ الصراحه يعني كل الناس لما بتيجي تكلمني تقول لي طب ما شاء الله وصلتي كده ازاي، بتعملي ايه، تروحي الجيم ايه؟ ما بتتكسفيش انت تقولي عملت عمليه؟ لا خالص، لا لان هي مش حاجه غلط يعني، ولا حاجه عيب، بالعكس هي انا حد بيحب الاكل زي ما في حد بيحب الرياضه، زي ما في حد بيحب حاجات كتير. أيوة. فانا بحب الاكل وكنت هتخن اكتر، واحنا عندنا العيله بيبقى فيها سكر وقلب وكده، فانا كنت معرضه انت خايفه من ده طبعا يعني. وكمان انا ضد عمليات التجميل، والدنيا بتاعت التجميل دي بتبقى حلوه للتحسين، لكن ما ارميش نفسي للتهلكه، وانا برضو كنت هتخن اكتر عن كده. يعني بص، ما بنحتاجها بس ولو يعني انا كنت غنى عنها، عشان بس بتوع التجميل ما يزعلوش مننا يعني. لا خالص، لا والله ابدا، بالعكس والله. لا هو التحسين حلو، ولكن ما اتخنش قوي بعد كده، والاقي نفسي انا كده بزيد. انا بحب الاكل وانا عارفه ان انا هحب الاكل، هعمل دايت، هروح الجيم، هرجع اكل برضه، فكنت لازم ان انا اخد قوي. طبعا لازم اخد يعني، انا كده هحب الاكل وهاكل. التكميم خلاني اكل بس بنسب قليله، دي اللي خلاني عايزه اعمل العمليه دي، ان انا في نفس ذات الوقت ان انا هخس، لكن من غير ما انا اتحرم من الشوكولاته، اتحرم من الاكل اللي انا بحبه، اتحرم من كل ده، لان ده هيخليني يعني برضه بنعق اهو، بس بناكل بنسب قليله. يعني بدل مثلا ما كنت اكل 4 سندوتشات يا سندوتش واحد، سندوتش ونص يوم لما يعني احب اكل. او ودي حاجه في حد ذاتها على الجسم بتاعي مناسب، وكل واحد بقى طبعا بيبقى، حضرتك طبعا شاطر في الحته دي، كل واحد على حسب جسمه وعلى حسب ما بيحتاج العمليه. بس حضرتك وفيت يعني، حضرتك قلت لي مش هتخسي قوي، ما تقلقيش، مش هتنزلي اندر ويت قوي، يعني مش هتنزلي خالص اندر ويت، بالعكس هتفضلي على 49 كيلو. وده اللي حصل، مع ان انا كنت خايفه جدا موضوع ان انا انزل اندر ويت او ان انا اتخن، وده ما حصلش، والحمد لله بقى لنا 7 سنين اهو.